عاملين ايه؟ في طبعا مميزات رهيبه في واجهه الوان يو اي 7 مع الاندرويد 15. ركز معايا، فيديو جامد جدا وحرفيا هتطلع بكام ميزه مش هتبطل تستخدمهم. اول حاجه عايز ابدا بيها نروح للساعه. الساعه في تعديلات جامده حصلت على المنبهات هنا، هتعجبك جدا ومش هتبطل تستخدمها. دوس هنا على الثلاث نقط، هتلاقي عندك حاجه اتضافت جديده اللي هي مجموعات التنبيه. انت هتدوس عليها كده وتقول له اضافه مجموعه. هنضيف بقى المجموعة دي وتسميها الاسم اللي انت عايزه، واحنا هنسيبها زي ما هي كده. بقى عندك مجموعة بالاسم ده. ايه المجموعة دي؟ دي عبارة عن مجموعة بتعمل فيها عدد من المنبهات، بتبقى جوه المجموعة دي بس، بحيث انت مثلا عندك منبهات للشغل، عندك منبهات انك بتاخد علاج في مواعيد معينة. فبدل ما يبقى المنبهات كلها عندك كلها في بعضيها، والشغل داخل في الامتحانات، داخل في المدرسة، داخل في كل حاجة، يبقى انت عندك تنظيم وترتيب. كل مجموعة منبهات ليها علاقة ببعض لوحديها. تعالى نشوف الكلام ده عمل دلوقتي. اطلع كده، هتلاقي عندك المجموعة هنا اتضافت طبعا بالاسم اللي انت هتختاره. ادخل جواها كده هنلاقيها فاضية. اعمل بقى اضافة لمنبه جديد، وليكن مثلا اي رقم كده يعني، وتقول له اضافة. دلوقتي انت اتضاف عندك المنبه ده داخل المجموعة. وتعالى مثلا نضيف كمان واحد ونخليه كده اي حاجة. بقى عندنا هنا منبهين موجودين جوه المجموعه دي. الجامد هنا انك ينفع تعمل ايقاف للمنبهين دول، او طبعا هو في حاله عندك انت هتيجي تستخدمه عمليا، يعني ممكن يبقوا عدد كبير. انت مثلا عايز تطفيهم، مش معقوله هتمشي على كل منبه عشان تطفيه. هما ضافولك خيار جامد هنا، تعمل ايقاف كده فتلاقي المنبهات وقفت، او تعمل تشغيل فتلاقيها اشتغل. فعندك برضو تحكم كبير هنا، تعرف توقفهم كلهم مرة واحدة أو تشغلهم كلهم مرة واحدة، فدي حاجة جامدة. ولو طلعت بره هنا هتلاقيه موجود هنا، تقدر تدوس عليه كده. لو أنت عايز تعمل فصل دي هياخد المنبهات اللي جوه المجموعة دي ويحطها لك في المنبهات العادية، بدل ما أنت تمسح المجموعة بالمنبهات اللي فيها. وطبعا عندنا حركة جامدة تانية هنا، انك لو عملت مجموعة تانية تقدر تنقل المنبهات الموجودة في المجموعة الأولى للمجموعة التانية أو العكس، أو تفصلهم. عندك تخصيص كبير ممكن تعمله، فدي بصراحة ميزة جامدة، بدل ما واحد عنده منبهات كتير أوي تايه فيها مش عارف دي بتاعت ايه. الميزة دي خلتني اخد بالي من حاجة اتمنى ان سامسونج كانت تضيفها هنا، او حتى في اي اقرب تحديث لتطبيق الساعة والتنبيه يضيفوها. انت عندك جوه المجموعة هنا تقدر توقف المنبهات كلها او تشغلها من زرار واحد. يضيفوا لنا نفس الزرار ده في المنبهات هنا، بحيث لو واحد عنده منبهات كتير عايز يطفيها، بدل ما يمشي على واحد واحد يطفيه، حطوها لنا وانتوا كده كده عملتوها في المجموعه. فبصراحه لو اتضافت هتبقى حركه جامده. نسيبنا بقى من الساعه والمنبهات، تعالى اوريك الاعدادات اللي اتغيرت جوه الضبط. تعالى نروح للشاشه هنا وننزل عند شريط التنقل. طبعا هتلاقي ان هو قايل لك فوق هنا ان المساعد الشخصي اللي هو جوجل اسيستنت او جيميناي اتنقل لزرار الباور. احنا كنا بنسحب من تحت هنا اهو، فبيطلع جيميناي. دلوقتي بقى محتاج تدوس على زرار الباور. طيب هم حطوا مكانها ايه؟ حطوا مكانها الخيار اللي انت شايفه ده، اللي هي السيركل تو سيرش، اللي زي اللي كانت موجوده في الالترا اللي انت بتعملها بالقلم، بس الفرق هنا ان احنا هنعملها. انت هتدوس هنا على شريط التنقل بتاعك كده تحت دوسه خفيفه، هتلاقي ظهرت دايه، فتعمل مثلا دايره حوالين الحاجه اللي انت عايزها. هو تلقائي بيدور عليها وبيجيب لك هي موجوده فين، بتتباع فين، عايز تعمل معانا ايه. نفس الفكره اللي كانت موجوده في الالترا بقت موجوده عندك هنا، ودي هتساعدك طبعا جدا لو شفت اي حاجه ومحتاج تدور عليها، فهي بتتعمل بالطريقه دي. نروح للبطاريه واللي تم عليها تعديلات الصراحه جامده، تعديلات هتفيدك فعلا. هي دي التعديلات اللي كانت المفروض تبقى موجوده. اول حاجه تعالى نروح لتوفير الطاقه. طبعا توفير الطاقة هنا في خيارات كتير وبتشتغل تلقائي، ومنها طبعا الخيار اخر واحد ده اللي بيقيد كل التطبيقات، وده اجراء عنيف قوي. بتبقى مشغله لو انت عندك طاقة البطارية خلاص بقى 5% 10%، ومحتاج فعلا وقت اطول من كده ومش هتعرف تشحن موبايلك، فبيوفر جامد جدا من البطارية، ولكن على حساب ان بيقفل اغلب التطبيقات وكل المميزات. ايه بقى الجديد اللي اتضاف هنا؟ اتضاف الخيارين دول. اول واحد ان يتم تشغيل الوضع الداكن اول ما انت تعمل وضع توفير الطاقه. يعني لو انت مش مشغل الوضع الداكن هو تلقائي هيبدا يشغل لوحده، عشان طبعا ده مع شاشات الاموليد فبيوفر في البطاريه. تاني خيار ان يخلي زمن توقف الشاشه 30 ثانيه، بحيث لو انت عامله دقيقتين 3، وطبعا لو نسيت موبايلك الشاشه مش هتقفل غير بعد ما الدقيقتين 3 دول يخلصوا، لا هو هيخليها 30 ثانيه. احنا محتاجين نوفر في البطاريه، فعشان بعد 30 ثانيه يقفل لوحده
كده يوفر في البطاريه. طبعا انا عارف ان الخيارات دي موجوده قبل كده وتقدر تشغلها انت لوحدك تتحكم فيها مع نفسك، ولكن هم ضافوها هنا في وضع توفير الطاقه بحيث تبقى اجراءات من ضمن الاجراءات اللي انت ممكن تعملها، بدل ما تعملها لوحدك هي بتشتغل تلقائي لوحدها. هنا تاني حاجه بقى هنا اتضافت في البطاريه، تعال نروح على حمايه البطاريه. طبعا احنا مع الوان يو اي 6 القديمه مع الاندرويد 14 كان الحد الاقصى لو حطيته في حمايه البطاريه الموبايل يوصل ل 80% ويوقف شحن. طب عايز تعمله 85 ما ينفعش، 90 ما ينفعش، هو اخره 80%. فكنا بنضطر نعمل روتين من الاوضاع والروتينات عشان لما يوصل عند نسبه شحن معينه انت عايزها 90% 85% ايا يكن الرقم اللي انت عايزه، يشغل حمايه البطاريه فالشحن يقف. يعني حوار لفه طويله كده كنا بنعملها علشان نشحن الرقم اللي احنا عايزينه من غير ما يوصل ل 100%. هم هنا حلوا المشكله، وفي الحد الاقصى هنا ضاف لك بار كده تقدر تتحكم فيه ما بين 80% و85%، 90%، 95%. حلوا المشكله وانت مش محتاج تعمل روتين دلوقتي، تقدر تشغلها من هنا. دي حاجه كويسه ان هم عملوها. الحاجه التانية ضافوها في البطاريه هنا عندك هنا اللي هي تعتيم الشاشه. تعتيم الشاشه دي، عارف كده الموبايل لما الموبايل كان بيوصل ل5% كنت بتلاقي فجأة الموبايل كله ضلم كده، وطى السطوع على الآخر علشان ينبهك إن خلاص الموبايل وصل ل5%، محتاجين نشحنه قبل ما يفصل منك. وده طبعا كان بيبقى تلقائي، انت ما تقدرش تقفلها او تشغلها او تتحكم فيها او تعمل اي حاجة، هي شغالة لوحدها كده مع نفسها. هما هنا ضافوها لك وبقت شغالة، بحيث لو انت الحركة دي بتضايقك، انت مش عايز ان هو يضلم فجأة كده عليك، لا خلاص اقفلها وكده. لو وصل 5% مش هيعمل الحركة دي، وهيفضل لحد ما يوصل ل0% وتلاقيه قفل خالص بقى. قبل ما نطلع من البطارية، هل في تحسين تم على أداء البطارية؟ هل أداء البطارية بقى أحسن؟ أداء البطارية بقى أحسن، لكن محتاج أختبره أكتر من كده كمان. إن شاء الله أعمل لكم فيديو كامل عن موضوع البطارية. نروح بقى للشاشة الرئيسية وتعالى أقول لك إيه الجديد هنا. دلوقتي بقى عندك بار تقدر تتحكم فيه في حجم التطبيقات بين 3 مستويات، يا إما صغير يا إما وسط يا إما كبير. هي تقريبا كانت موجودة إنك تختار اختيارات، هم دلوقتي ضافوها بشكل جديد وواضح قدامك الأحجام. تعالى مثلا نحطها على أصغر حاجة كده، نطلع كده وأوريك شكل التطبيقات دي. حجمها كده أصغر حجم باقي موجود. تعالى بقى أوريك الحجم الكبير عشان تلاحظ كده الفرق. ده اكبر حجم بيه موجود، ده شكل التطبيقات. هتلاقي التطبيقات دي كبرت، هنا كبر، كل التطبيقات دي حجمها بيه اكبر، فتقدر تختار دلوقتي الحجم اللي يناسبك. تاني حاجة حلوة هنا ضافوها برضو، عندك هنا تسميات التطبيقات. لو انت مش عايز التطبيقات اللي موجودة بره يبقى مكتوب تحتها اسمها، ممكن تقفل عادي الخيار ده، تطلع كده هتلاقي التطبيقات دي اتشال من تحتها الاسم. لو انت الشكل ده عجبك او انت مناسبك الميزة دي فهم ضافوها. من ضمن برضو الحاجات اللي ضافوها تسميات التطبيقات المصغرة دي. لو انت شغلتها وطلعت بره هتلاقي الويدجت اتحط تحتيها اسمها، زي الطقس هنا بقي مكتوب تحته اسمه. برضو لو دي ميزة تهمك بقت موجودة. وطبعا التخطيط هنا بتاع الشاشة الرئيسية عادوا تصميمه، التصميم هنا بشكله احسن، الالوان بقت اروع الصراحة. يعني كل الاعدادات دي تم اعادة تصميمها، ما اعتقدش يعني ان في حاجة تانية ممكن نقولها هنا. ونروح بقى لشاشة القفل. شاشة القفل هنا طبعا متضاف فيها الناو بار. الناو بار ميزة جامدة جدا الصراحة. طبعا هو شارح لك بتشتغل ازاي وحاطط لك صورة لها هنا. دي التطبيقات اللي انت ممكن تستخدمها في الناو بار، ولو عملت هنا هتلاقي دي كل التطبيقات اللي متاحة دلوقتي او داعمة للناو بار. وطبعا لو عايز تطبيق من التطبيقات دي ما يظهرش معاك في الناو بار، مش حابب انه يظهر، تقدر تقفله عادي من هنا. طبعا احد المميزات الجامده اللي حطوها هنا اللي هي معلومات حول جهه الاتصال دي لو انت دوست عليها كده تقدر تكتب رقم موبايل او كلمه معينه او اي حاجه عايز توصلها. لو حد لقى موبايلك او موبايلك ضاع وليكن نكتب اي رقم كده ونعمل له تم كده. لما تيجي هنا على وتقفل الموبايل هتلاقي ان الرقم ده بقي ظاهر عندك هنا على الشاشه. طبعا لو عايز تحط رقم موبايل او اي معلومه هتبقى موجوده هنا. طبعا الكاميرا تم عليها تعديلات بصراحة، بتسهل عليك الاستخدام جدا، بتعرف تستخدمها دلوقتي اسهل من اي وقت فات. نروح هنا على الكاميرا، هتلاقي عندك كل الاوضاع بتاعت الكاميرا زي الصورة زي الفيديو. كل الاوضاع دي بدل ما كانت موجودة هنا نزلت هنا. كمان الجامد هنا ان دقة الفيديو وكل الكلام اللي كان موجود هنا فوق تم اضافته تحت عشان برضو يبقى اسهل لايدك. والصراحة يعني حركة او ميزة بصراحة جامدة جدا، ميزه موفقين فيها فعلا. تجيب منين بقى اصلا الكلام ده؟ هتلاقي عندك النقط اللي على الجنب دي تدوس عليها كده كل اللي كان فوق ده
بقى عندك موجود هنا كل حاجة بقت موجودة من تحت، عكس النظام القديم اللي كان الحاجات دي موجودة من فوق. طبعا مميزات الوان يو اي ما وقفتش لحد كده، في مميزات اكتر من كده، بالذات الموبايلات العالية او موبايلات الفئة المتوسطة العالية اللي جالها طبعا بعض المميزات من الجالاكسي اي اي. لكن بالنسبة للاي 16 هنا مش هنقدر نشرح الحاجات دي، لان مفيش جالاكسي اي اي هنا، مفيش مميزات بالذكاء الاصطناعي داعمها الموبايل ده. فاللي معاه اي 55 اي 56 الموبايلات دي داعمة لبعض المميزات اللي موجودة في الاس الترا من سامسونج من الجالاكسي اي اي، وطبعا حاجات اكتر من هنا. وما تنسوش طبعا انا مستنيكم في الكومنتات تقولوا لي ايه اكتر ميزة عجبتكم. مع السلامة.